بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي صحة جيدة. اليوم يا البنات جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة، وصفة خبز الدار خصوصا للمبتدئات، لأنه عندي عدة وصفات الخبز الدار في القناة، لكن لا بأس نزيد نعود الوصفة للأخوات اللي يلتحقوا بنا جداد في قناة مطبخ وتدابير أسرار، خصوصا البنات اللي عمرهم ما حضروا خبز الدار. راح نعطيه لكم بمقادير مضبوطه. شوفوا يا البنات كيفاش يجي خفيف وهش يشكي قطن وناجح 100% من اول تجربه. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير تدعموني بجام كومنتار مشجع، واللي اول مره يشوفوا القناه نقول لهم اخواتي فضلا وليس امرا وقفوا لا فيديو، اشتركوا، فعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي. ونبداو مباشره في تحضير الوصفه. انا هنايا راح نعجن في البيتران يا البنات، ونفس الخطوات بالنسبه للاخوات اللي يعجنوا باليد. حطيت 3 كيسان مملوئين نتاع السميد متوسط، ومع والكاس الرابع نتاع الفارينه. 3 كيسان سميد والكاس الرابع فارينه. ضفت لهم مغرف كبيره مملوءه خميره فوريه او خميره الخبز، ومغرف كبيره ممسوحه سكر. بالنسبه للزيت نفس الكاس اللي عبرت به السميد والفارينه هو نفس الكاس اللي نحطو فيه نعبروا به الزيت، وهو 4 كاس نتاع الزيت. نبسوا هذا المكونات مع بعض. اول حاجه نبسوا لما نضيفوا الزيت نبسوا كامل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد، ونفس الخطوات بالنسبه للاخوات اللي يعجنوا باليد. نضيفوا السميد والفارينه، الخميره، السكر، الزيت، بسوا باليد مليح. من بعد يا البنات نضيفوا الملح الكميه الكافيه، ونبداو نلموا بالماء دافي ماشي سخون وماشي بارد. ننبه الماء ما لازمش يكون سخون وماشي بارد، ونبداو نخلطوا في العجينه تاعنا. بالنسبه للعجينه يا البنات لازم تكون طلقه روحها، ما لازمش تكون حكمه روحها، ما لازمش تكون مطلوقه خلاص. وراح نوري لكم القوام. طبعا بالنسبه لنفس الشيء الاخوات اللي رايحين يعجنوا باليد، هذا هو القوام يا البنات. شوفوا العجينه كيفاش نخليها طلقه روحها، لانه راح نخليوها تريح واحد 10 دقائق قبل ما نبداو ندلكو فيها، وهكذا باش راح تعطينا طوع وتسهل لنا في الدليك ديالها. وهذا سر من اسرار نجاح خبز الدار. لازم العجينه في الاول كي نلموها نخليوها مطلوقه. ونزيد نوري لكم القوام هنايا بعد ما لميت العجينه مليح. شوفوا هذا هو القوام. شوفوا العجينه تاعي كيفاش راهي طريه ماشي حاكمه روحها. هنايا نغطيها ونخليها واحد 10 دقائق تريح قبل ما نبدا ندلك. نفس الشيء بالنسبه للاخوات اللي يعجنوا باليد، يحطوا العجينه تاعهم في كيس بلاستيكي غذائي ويخليوها تريح واحد 10 دقائق، ومن بعد يبداو يدلكوا باليد واحد 10 دقائق متواصلين. انا هنايا خليتها تدلك يعني واحد 6 دقائق الى 7 دقائق طبعا، يعني متواصلين بلا ما يعني حبست البيترا. وهنايا البنات جبت الماء، كاس نتاع الماء دافي ماشي سخون وماشي بارد، ونبدا نسقي فيها بالماء غير بالعقل، ونضيف غير بالعقل. ومن كي نضيفوا يا البنات في هذه الخطوه ما نزيدوش نضيفوا المره الثانيه حتى تنشف العجينه تاعنا مليح. شوفوا هنايا كي ضفت في المره الاولى الماء بقيت العجينه تاعي تتدلك حتى نشفت باش نزيد نضيف للمره الثانيه. هكذا بالنسبه للاخوات اللي يعجنوا باليد كذلك يضيفوا الماء غير بالعقل، ينشفوا العجينه من الماء ومن بعد يضيفوا المره الثانيه والثالثه، وهكذا حتى يتحصلوا على القوام المطلوب للعجينه. شوفوا يا البنات هنايا العجينه تاعي مازالت تحتاج نزيد لها كذلك القليل من الماء، ونواصل دائما ندلك. اهم حاجه تنشف العجينه، نشوف القوام نتاعها ونزيد نضيف غير بالعقل. هذا هو السر نتاع نجاح الخبز يا البنات، واهم حاجه توصلوا للقوام المطلوب. هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. شوفوا القوام نتاع العجينه ديالي. هنايا تقريبا استعملت نص كاس نتاع الماء. هنايا نخليها زيد تنشف العجينه تاعي مليح. اهم حاجه في الاخير نشفوها مليح مليح من السوائل. من بعد هنايا ندهن يدي بالقليل تاع الزيت، وننزل العجينه ونخليوها زيد تريح واحد 10 دقائق قبل ما نحطوها في السنيوه. يعني ما كانش ما اسهل. ونفس الخطوات. شوفوا القوام تاع العجينه هكذا باش الصوره تكون واضحه. هذا هو القوام اللي لازم نوصلوا ليه في الاخير. نخليوها تريح 10 دقائق. من بعد يا البنات السنيوه تاعي ندهنها بالمارغرين، خصوصا اذا كانت السنيوه نتاعكم يعني ما طيبش مليح ولا تلصق، من الاحسن ندهنوها بالمارغرين طريه، وهكذا تحصلوا على نتيجه ما شاء الله، والخبز نتاعكم يجي محمر. هذا هو. شوفوا العجينه تاعي بعد ما ريحت 10 دقائق
شوفوا العجينه راهي ما شاء الله تسخف. هنايا دهنت يدي بالزيت باش ما تسكليش العجينه، وهنايا نجبد العجينه نتاعي ونشوفوا الله يبارك العجينه كيفاش راهو القوام ديالها. هذا هو القوام اللي لازم نوصلوا ليه باش نتحصلوا على خبز الدار يجي خفيف كي القطن. هنايا نحط العجينه في السنيوه وما نبداوش نحلو فيها ليه نخليوها زيد تريح واحده 3 دقائق 4 دقائق باش تعطينا الطوع كي نبداو نحلو في العجينه. هنايا يا البنات شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت راح تسهل عليا باش نحلها في السنيوه. نحلوها على كامل السطح نتاع السنيوه بشكل متساوي، يعني ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. ومن بعد نجيبوا حبه نتاع البيض، ضفت لها القطرات من القهوه، نحركهم مليح ونبدا ندهن السطح نتاع الخبزه ديالي بالبيض. كامل تعرفوا تخدموا هذه الخطوه. وبالنسبه للتزيين يبقى اختياري، كل وحده تحط الزرارع اللي تفضلهم، السانوج او حبه حلاوه، هذه اشياء اختياريه. وطبعا ما ندخلوهاش طيب حتى تزيد تعاود تخمر. كي نشوفوها خمرت مليح نشعلوا الفرن تاعنا يسخن مليح مليح، اهم حاجه على درجه 200، ومن بعد نطيبوها في الرف الوسطاني. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا كيفاش تنحات بكل سهوله، شوفوا التحميره اللي تحصلت عليها والخفه والهشاشه. ما كانش اي وحده يا البنات تبع المقادير الخطوات وما رايحاش تنجح في خبز الدار. يعني رايحين تخدموه بعينكم مغمضين، سواء تعجنوه بالبيترا او يتعجن باليد، رايحين تحصلوا على نفس النتيجه. شوفوا الخفه، شوفوا الهشاشه والبنه. طبعا ما عندي ما نحكي لكم. وهذا هو الخبز اللي يحبوه كامل الجزائريين. نتمنى وصفتنا لاعجابكم. اذا عجبكم الفيديو خليوا لي جيم كومنتار مشجع، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، مع وصفات اخرى من قناه مطبخ وتدابير اسرار.